من اصعب الحاجات اللي ممكن تيجي على بالنا ان احنا نفكر ان ممكن تكون رحله فرديه تماما، ان انا اعمل كل حاجه لوحدي، ان انا اشتغل لوحدي، ان انا يكون ماليش صحاب، ان انا اروح الجيم لوحدي، ان انا اذاكر لوحدي، ان انا اروح الجامعه وانتظم على المحاضرات واعمل وهكذا لوحدي. كل ده لوحدي. وايه اللي هخسره لو فعلا ما اعتبرتش ان الحياه فرديه وما مشيتش على نفس الخط ده؟ قبل اي حاجه خليني اقول لك ان في صديق، وحلو ان الصديق يبقى موجود في حياتك، ولكن لما بيكون الصديق موجود مش شرط يكون مشاركك كل اهتماماتك. يعني لو هو بيحب ينزل معاك الجيم مش شرط يكون نفس المجال اللي انت بتذاكره هو بيذاكره. لو انت بتحب تخرج في مناطق معينة مش شرط يكون نفس الحتة اللي هو بيحب يخرج فيها انت كمان بتحب تخرج فيها. لو انت بتحب السفر مش شرط يكون هو بيحب السفر، وهكذا. وده اكبر دليل ان فعلا الرحله فرديه. طب خليني اقول لك كده اللي هيفوتك لو كنت معتمد تماما على ان في شخص هيبقى معاك في كل حاجه هتعملها في حياتك. مبدئيا هتفشل في حاجات كتير قوي. طب هتفشل ليه؟ لان في حاجات كتير قوي هتفوتك. يعني لما تيجي ترجع لصاحبك في مشوار معين وتيجي تقول له تعالى نروح المشوار الفلاني، فصاحبك يجي يقول لك لا، ماليش في المشوار ده، مش هروح. فانت تفكس للمشوار وما تنزلش، وبالتالي انت فاتتك تجربة مشوار يمكن كان ممكن يكون مهم بالنسبة لك، وفي نفس الوقت كان ممكن يكون جديد بالنسبة لك وتطلع منه بحاجة كويسة، ولكن انت ما روحتش. حاجة كمان، مشروع كنت عايز تبدأه وما بدأتوش ليه؟ علشان صاحبك مرضيش او ما وافقش بالفكرة وما اقتنعش بيها، قال لك يا عمي الكلام ده مش هيحصل، الكلام ده بعيد قوي وصعب لا 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 لا، فماليش في الكلام ده. وما بتبدأش. ما بتبدأش ليه؟ عشان صاحبك ما وافقش. عايز تسافر حتة معينة وصاحبك ما مش حابب يسافر الحتة دي ويسافر حتة تانية. ودي عشان كده بنقول ان الرحلة فردية. احنا كأشخاص مولودين مش لازم نكون بالظبط تيبيكال. لو احنا صحاب بنعمل نفس الحاجات بالظبط، مش الصحاب اللي بتشوفها في الافلام يا باشا، يلا هنروح معرفش فين، خلاص انا جاي معاك. لا، مفيش الكلام ده. ده ما بيحصلش. ولو عندك الصاحب ده فهتلاقيه بيختلف معاك في حاجات تانية. يعني حتى لو بيوافق في اغلب الحاجات عليها هتلاقيه بيختلف معاك في حاجات تانية. بيختلف معاك في خروجه، في فكرة، في بيزنس، في دراسة، في اي حاجة تاني. يعني مش شرط يكون معاك في الجامعة، مش شرط يكون معاك في نفس الشغل اللي انت فيه، مش شرط يكون بيذاكر نفس الحاجة اللي انت بتذاكرها، مش شرط يكون بيعمل نفس الحاجات. لو انت مثلا بتشتغل شغلانة معينة هو مش شغال شغلانة معينة، لو انت بتحب تعمل كونتنت على اليوتيوب هو مالوش في الكلام ده وهكذا. فبتبقى في حاجات كتير. لو انت مثلا بتحب تنزل بالليل هو بيحب ينزل الصبح، لو انت مذاكرتك بتحب تذاكر الصبح هو بيحب يذاكر بالليل، وهكذا. فهتلاقي دايما في اختلافات لان احنا اشخاص وده طبيعي. طيب، اتكلمنا عن الحاجات اللي ممكن تفوتك فعلا لو انت مش واخد ان الرحلة فردية. طيب، ايه الحاجات اللي ممكن تستفيدها فعلا لما تشوف ان الرحلة فردية؟ تعال نتكلم عن بعض الاشخاص اللي اعرفهم واللي اتكلمت معاهم في حاجات زي كده. ولما اتكلمت معاهم في نفس النقطة قالوا ان تقريبا حياتهم اتغيرت 180 درجة من بعد ما كانوا بيعتمدوا على اصحابهم. بقوا الموضوع بقى مختلف تماما. ومؤخرا انا ابتديت اعمل ده. شايف ان مش كل حاجة ممكن اكون عايزها صاحبي يكون عايزها. خليني ادي مثال. انا بحب انزل الجيم بدري الصبح. عندي صحابي اللي بينزلوا معايا الجيم مش في كل الاوقات، او ما بينزلوش معايا الجيم الصبح اصلا. انا شايف ان الجيم الصبح حلو علشان بيبقى في باور، اقدر اتمرن كويس، بيبقى مزاجي رايق، اقدر اكون مركز وهكذا. ولكن بعضهم ممكن يكون في الشغل، ممكن يكون بيعمل حاجة معينة، ممكن يكون نايم وهكذا. ف ابتديت انزل الجيم الصبح، وبالنسبة لي دي
من احسن الحاجات اللي انا عملتها. طب تعالى كده نتخيل ان انا استنيت صاحبي اللي هنزل معاه الجيم، وهو مثلا بينزل بالليل وانا في حاجات معينه بعملها بالليل او شغال او بذاكر وهكذا، وما عملتش كده واستنيته فعلا انزل معاه بالليل. تقدر تقول لي في كام مره انا هنزل معاه وكم مره انا مش هنزل اصلا؟ تقدر تقول لي؟ كتير جدا، يعني ممكن نقول 9 من 10. لو هنقول ان في مره انا بنزل فيها الجيم معاه، انا في 9 مرات انا مش بنزل فيهم الجيم. ليه؟ علشان انا غالبا مش فاضي، غالبا بعمل حاجه معينه، بذاكر، مش متحمس لان انا مش في كامل قواي العقليه، مش مركز جدا، مش في كل طاقتي وهكذا، فبلاقي ان انا مش هنزل. كذلك برضو خروجه معينه، آه، وفي حاجات كتير. يعني ممكن مثلا انا حابب اخرج خروجه معينه زي ما قلت لك وصاحبي مش موافق عليها، ابتديت فعلا ان هو باشا انا دلوقتي عايز انزل، انا عايز انزل، خلاص انزل. وابتديت لما لقيت فعلا اني حاولت اعمل كده، الموضوع فادني جدا، فادني. انا ابتديت احب نفسي اكتر، اتكلم مع نفسي اكتر. ساعات ببقى ماشي في الشارع كده اهو واشوف نفسي اللي هو انا بتكلم مع نفسي، الناس تقعد وهي ماشيه كده اهو تستغرب هو عبيط ده ولا ايه، بيتكلم مع نفسه ليه. عرفت نفسي اكتر من خلال المشاوير اللي بنزلها مع نفسي. وبالتالي لما يكون في مشوار جاي بعد كده، اذا كان بقى سفر، شغل، مذاكره، اي حاجه من الكلام ده، باشا انا صاحب نفسي جدا. يعني اللي هو انا مش محتاج ان انا يبقى معايا حد علشان انزل. وده طبعا ما ينفيش ان الصحاب مهمين جدا فوق ما تتخيل في حياتك، ولكن تعالى نتكلم في حتة ان لا هما مش موافقين، هما مش هينفع ينزلوا، مش هينفع يبقوا معاك، مش هينفع، هتنزل الحتة الفلانية وهكذا، مش هيجي معاك. من الاخر هتستنى ولا هتفكس للمشوار اصلا ولا هتروح؟ الحل الافضل ان انت تروح. طب الحل الاسوأ ان انت ما تروحش، خسرت تجربة كبيرة. وفي نفس الوقت لما ما بتعملش كده اهو بيجي لك فرص تانية بعد كده. تخيل كم الفرص اللي انت بتضيعها علشان انت اخترت بس ان انت مش هتنزل، انت اخترت بس ان انت مش هتروح المشوار الفلاني عشان صاحبك مش هينزل، انت اخترت ان انت ما تروحش الجيم وفكست للتمرينة علشان صاحبك مش هيروح. انت متخيل هي وصلت لفين؟ يعني بعد سنة من الحاجات دي، لو معتمد بشكل تام على اشخاص معينين ان هم يعملوا معاك نفس الشيء، لو اشتراك صاحبك خلص ومثلا معهوش فلوس انه ينزل، فخلاص صاحبي احنا على الوحشة والحلوة مع بعض، انا مش هنزل عشان انت نزلت، عشان انت ما نزلتش. فمتخيل جسمك هيبقى عامل ازاي علشان انت قررت ان انت ما تنزلش، برغم ان ممكن يكون اشتراكك شغال في الجيم ولكن صاحبك ما نزلش معاك، فيلا خلاص انا جدع جدا فمش هنزل الجيم. مش هروح مشوار معين، عايز انزل اجيب لبس، عايز انزل اجيب حاجه معينه، صاحبي مش رايح، خلاص انا مش رايح، خلاص. متخيل كم الحاجات اللي هتفوتك، ومتخيل كم الحاجات اللي هتكتسبها لو انت فعلا عملت كده. الرحله دايما فرديه، يعني كل حاجه هتبقى بتعدي عليها، اذا كان من نجاح، اذا كان من علاقه كويسه، اذا كان من تطوير لذاتك، كل ده هتبقى لوحدك. يعني ما تستناش حد انه يبقى جنبك او يعمل معاك حاجه معينه علشان توصل. كل الحاجات اللي انت هتوصل فيها وتعمل فارق كبير في حياتك هي ان انت تبقى لوحدك، هي ان انت ما تستناش حد، ما استناش بابا يجي يديني مش عارف ايه علشان اروح اعمل الحاجه الفلانيه، ما استناش صاحبي يوافق على المشوار اللي انا مستنيه عشان خاطر يروح معايا، ما استناش الحاجه المعينه اللي هتجيلي علشان ابقى خلاص قشطه انا هعمل الحاجه دي. الرحله دايما فرديه، ما تستناش حد ان هو يجي يديك البريميشن يلا علشان خاطر هنيجي نعمل الحاجه دي وانا موافق اجي معاك فيلا. لا لا خالص. متخيل قد ايه هتخسر من حاجات بتعملها علشان انت ما وافقتش ان انت تروح لوحدك او تعملها لوحدك او هكذا. طيب خلينا ننتقل لنقطه تانية خالص. تعال نتخيل ان انت كنت لوحدك وفعلا ابتديت تدرك ان الحياة فردية ومحدش هيساعدك في حاجة معينة. تعال مثلا نتكلم عليها في امتحان ونقول ان معظمنا بيبقى معتمد على اللجنة الفلانية او الشخص اللي قاعد جنبه
او البرشام معين وهكذا. والحاجات دي طبعا بتحصل كتير قوي معانا، ولكن تخيل الحاجات دي مبقتش موجودة. انا بس عايزك تتخيل ان انت مخطط كل ده ان انت هتروح تغش، وفجأة وقف عليك مراقب مش طبيعي خلاك لا، هاي مان، مش هتقدر تعمل حاجة زي كده. فمش هتعمل حاجة زي كده، وإلا هتسقط، هتشيل، هيتعمل لك محضر غش. تعال بص بقى، لو انت ما كنتش رايح مذاكر وفي نفس الوقت ما غشتش، بتفكر كده بقى. لو هفكر فيها، فكر فيها، انا عايزك بس تاخد 30 ثانية بس تفكر فيها. يعني بص، غمض عينك 10 ثواني وفكر ان انت كنت رايح اللجنة وانت مش مذاكر، معتمد على حد تاني هتغش منه، واللجنة شدت او الحد ده غاب. فكر كده، فكر ايه اللي ممكن يحصل. فكر بجد هتبقى قاعد عامل ازاي. واظن ان الموقف ده حصل مع كتير مننا. يعني غمض عينك كده، انا هو خلاص يعني ايدي قدام الكاميرا. فكر 10 ثواني بس ايه اللي ممكن يحصل. تمام. فكرت فيها، هتبقى قاعد حرفيا مش عارف تعمل ايه. اللي هو يا ريتني كنت ذاكرت، يا ريتني بس ارجع نص ساعه بس اذاكر، ارجع نص ساعه اذاكر، ارجع نص. انا ايه اللي خلاني اعتمد على حاجه زي كده؟ انا ايه اللي خلاني اعتمد على حاجه زي كده؟ ده نفس الكلام اللي بيحصل لو انت ما عملتش حاجه معينه علشان خاطر كنت معتمد على حاجه على حد. انت مش هتيجي تقول انا ايه اللي خلاني ما عملتش حاجه زي كده، لان انت ما كنتش عارف اللي هيفوتك. لكن انت في موقف الامتحان انت موجود في الموقف نفسه، موجود في الموقف، فهتيجي تقول انا ايه اللي خلاني ما عملتش حاجه زي كده. انت عارف، لو تعرف اللي فاتك، لو تعرف الرحله المعينه اللي انت ما كنتش رايح، ما رحتهاش عشان صاحبك او مستني حد تيجي معاه او الجروب بتاعكم ما كانش موجود، متخيل اللي فاتك؟ لو تعرف فعلا الحاجه اللي فاتتك هتقول يا ايه اللي خلاني ما اروحش، انا ايه اللي خلاني ما اروحش. متخيل فعلا كم الحاجات اللي ممكن تفوتك في حياتك علشان تبقى معتمد على حاجه زي كده؟ كتير قوي بقى. تعالى بقى، لو انت عملت الحاجات دي، هتتعرف على نفسك اكتر، هتحب نفسك اكتر، هتحب ان انت تسافر، تستكشف، تعرف ناس جديدة. يعني ممكن يكون في ناس كتيرة قوي في حياتك انت حاسس ان هم مش شبهك، ولكن انت معاهم علشان هم دول اللي تعرفهم. ولكن لما تقرر تاخد الخطوة وتروح مكان معين لوحدك وهكذا، انت بتتعرف على ناس جديدة. ده غير ان انت بتتعرف على نفسك اصلا. يعني انت بتتعرف على نفسك وبتتعرف على ناس جديدة، واحتمالية ان الناس اللي انت اتعرفت عليهم دول يكونوا شبهك نسبة كبيرة جدا، لان انت ما بتروحش مكان او 2 أو 3. طب ده معناه ان انا لو رحت مع واحد صاحبي هيبقى اوحش؟ طبعا لا، طبعا محدش قال كده. ولكن الاوحش ان انت تستنى واحد صاحبك لو مرضيش يروح الحتة الفلانية وانت مش عارف تروح عشان هو ما راحش. تخيل بس الفوائد اللي ممكن تدور عليك لو انت خدت بالك ان انا لو عملت حاجة زي كده ايه اللي هيحصل لي. كتير كتير جدا، كتير جدا بجد. يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن نكون مش واخدين بالنا منها ومنغص علينا عيشتنا فعلا حرفيا، هي اننا مش فاهمين نفسنا. ليه؟ عشان انت ما بتلاقيش وقت مع نفسك. طب انت عايز تلاقي وقت مع نفسك ازاي وانت طول اليوم في الشغل مثلا، او طول اليوم بتذاكر، او طول اليوم مع اصحابك، او طول اليوم قاعد على القهوة وهكذا؟ مستحيل تبقى جاي انا هقعد مع نفسي. ليه؟ لان انت حتى لما بتروح تمسك التليفون. فتخيل كده اهو، انا هعرف نفسي امتى؟ انا كده هتكلم مع نفسي وهعرف نفسي واحب نفسي اكتر امتى؟ مش هيحصل. ليه؟ علشان انا ما عرفتش نفسي، ما اديتش نفسي فرصة ان انا هقعد مع نفسي وتعالى بقى ناخد موقف انا النهاردة هقعد مع نفسي. ما بتحصلش غالبا، ما بيحصلش. بننغمس في مشاغل الحياة والاشخاص اللي معانا وهكذا، فما بيحصلش. فدي ميزة جبارة جدا ان انت لو اعتمدت على نفسك وفعلا فهمت ان الرحلة فادية، وان في بروجكت معين انا عايز اعمله وصاحبي مثلا مش هيبقى معايا فيه فمش هعرف اعمله. لا، لما تعتمد على نفسك فيه هتبقى بالعكس، هتبقى بتشيل مسؤولية اكتر، وفي نفس الوقت هتبقى بتعتمد على نفسك في حاجات اكتر. والحاجات الاكتر اللي بتعتمد على نفسك فيها دي هتبقى بتديك صلاحيات تانية ان انت تخش في حاجات تاني، فبالتالي هتنجح فيها برضو زي ما نجحت في الاولانية، لان انت ما كنتش معتمد على حد وكنت معتمد بس
على نفسك، جاست على نفسك، مفيش حد تاني، هو نفسك بس. ساعتها كمل حاجات وكمل الفرص اللي هتجيلك هتبقى مش طبيعية. بس دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تحط لنا اللايك الجميل بتاعك وتعمل اشتراك في القناة علشان ده بيدعمنا وبيفرق معانا جدا. سلام.